بتعرفوا انه انا وعم بعمل الفيديو فجأة هيك خطر لي، قلت بتعرفوا انه انا يعني يمكن ولا مرة حكيت للناس شو اسمي. يعني دائما انتم بتكتبوا بالتعليقات وبالكومنتس انه مين او بدنا صاحبة الصوت الحلو اللي بتحكي، وينكم، وين البنت اللي بتطبخ هي وخالتها. فقلت أنا ليه ولا مرة حكي لزبايننا ولمتابعينا شو اسمي، فقررت أحكي لكم اسمي. يعني هو يعني لازم من زمان، بس أنا كنت كتير هيك يمكن معجوقة بالوصفات وأحكي عن الوصفات وما حكيت اسمي. فخليني أخبركم إنه أنا اسمي إيمان. أنا اللي بحكي اسمي إيمان، واللي ورا الأكلات الزاكية والإبداع في الطبخ هي خالته الشيف ليلى. وعلى فكرة في ناس كتير بيفكروا إنه خالته هي حماتي، هي مو حماتي، هي خالتي أخت ماما. هي مو حماتي. بس حبيت أبلش اليوم بهاي المقدمة عشان تكونوا عارفين من صاحبة الصوت. اكتشفت هلا وانا عم بسجل بالصوت لما رجعت اسمع انه صوت الغاز طالع. بس قلت ما راح امسحه، مو مشكله. خليني احكي لكم انه احنا اليوم شفتوا بالفيديوهات كنا عم نعمل مسخن رولات. اذكركم انه احنا عم نعمل تفريزات، مسخن رولات، كوب شيش برك باللحم البلدي، سمبوسك باللحم البلدي، كمان في عنا جبنه بيضة، في عنا مفتول مهبل تهبيلتين، في عنا كل الاشياء الزاكيه، لنجي جاهز بتقدري بس تحطيه على الغاز تطبخيه. فشوفوا يعني إنه الحمد لله كيف هيك في أشياء بالحياة عم بتسهل لنا الحياة، إن الأشياء بتكون جاهزة بس بنطولها من الفريزر وبنطبخها على طول. إذا عندك عزومة بتقدر تعملي أكبر عزومة بالتفريزات. بتحبي تاخديها هدية لصاحبتك للماما، فشو أحلى من إنه ست البيت توصلها هدية طبخ هيك سريعة. كمان المغتربين اللي بيحبوا يسافروا مثلا عند حدا ياخذوا لهم برضه هدية تفريزات، أو المغتربين نفسهم اللي بدهم يروحوا على بيوتهم، تقدروا في بمحلات السجاد شيء اسمه عازل السجاد اللي هو بيجي مثل القصدير. هذا بتشتروه بتلفوا فيه علب التفريزات وتحطوه بالشنطة، بس توصلوا رح تنصدموا كيف التفريزات بتوصل مثل ما هي كأنها طالعة من الفريزر. وانا الفيديو الجاي ان شاء الله رح اصور لكم كيف بالضبط وشو هو هذا الشيء اللي بحكي لكم عنه علشان تكون الصورة واضحة. اليوم قررنا نطبخ ششبرك من ششبركاتنا، فخالته جهزت اللبن. شوفوا عشان هلا انا عارفه كل حدا رح يحكي مش هيك بنطبخ الششبرك ومش خلينا نتفق انه الطرق الششبرك والطبخ بشكل عام ما بيخلص، والوصفات ما بتخلص. في ناس ممكن تطلع الششبرك وتحطه باللبن على طول وهو يعني عجين من غير ما يحطوه بالفرن يحمسوه أو يحمروه من فوق. وفي ناس ممكن تقليه، احنا برضو ممكن نقليه بالمطبخ. وفي ناس بتضيف على اللبن بصل توم، في ناس ما بتضيف، في ناس بتعمل رز على جنب مع الشوربة فبتكون اللبن خفيف فبصير طبيخ. وفي ناس لا بيعملوه لبن بيكون شوي جامد، فالششبرك بياكلوه هيك بس عبارة عن شوربة. احنا بالبيت مثلا ماما بتعمله بهاي الطريقة، انها بس بتدير الششبرك على اللبن وبتحركه كتير منيح ويغلي، وبكون اللبن شوي تقيل كتير زاكي. خالته في المطبخ لا بتعمله شوي خفيف وتعمل جنبه رز وكتير زاكي، فكل الوصفات زاكية. فيعني سبحان الله هو التغيير والتنويع من طبيعة الحياة ومن أساسيات الحياة. احنا جهزت طبختنا. خالت اليوم الششبرك شوتنا يا شوي كتير طلع طيب، ورجعنا بعدين لمسخناتنا. احنا بنستخدم طبعا خبز الشراك، بنقسمه ارباع، بعدين بنحشي الشراك بالحشوة، وما شاء الله الحشوة بتكون مليانة، يعني عشان بس تاكلوا تحسوا انكم فعلا عم تاكلوا مسخن رولات في حشوة مليانة. بعدين بنغلفهم وبنسكرهم، بنحطهم بعلب وبنحطهم بالفريزر. طبعا المسخن عشان يزبط معكم اكتر وعن جد تحسوا طعمه فريش، طلعوه قبل الشوي تقريبا بساعتين 3، خليه يفكفك شوي، بعدين حطوه بالفرن شوي، فراح يطلع طعمه كتير زاكي فريش كأنكم عاملينه هلأ.